مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين. فقرتنا الأسبوعية في علم وعالم الفراسة تعرف على المزيد حول أخبار والشخصيات وسمات المشاهير مع المتخصص في علم الفراسة والمحاضر في الجامعة الأمريكية الدكتور مبارك الأشقر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. كيف الحال؟ الحمد لله. اليوم راح نبدأ بأهم الانتخابات الإيرانية اللي انتهت ولا زال فيها جدل. نبدأ بمقارنة بين المرشحين الرئيس الحالي أحمدي نجاد وضد ذلك موسوي، ولكن خلينا نبدأ مع أحمدي نجاد. شدید جهانی نهادها و سازوکارهای موجود اقتصادی و سیاسی در جهان دست نخورده باقی مانده است. آیا واقعاً میتوان امید داشت که کسی از طریق این طبعا الرئيس محمود أحمد نجاد عنده امتيازات معينة. طبعا حنعطي فكرة بسيطة جدا، يعني حازم وصارم ويفرض نفسه، ودائما يعني عنده يعني ياخذ، لأنه أنا أخذت العيون دائما اللي عندهم العيون غارقة جوا، دائما عندهم طريقة خاصة في التفكير، عندهم المكر، عندهم أشياء كثيرة، ولكن حنعطي بعض أشياء يعني أخذت من الأنف ثم العين ثم الجبين ثم الحركات باليد. أنا شفت في بعض أشياء في بعض يعني في خطابه خاصة في الأمم المتحدة. فهو حازم وصارم، يفرض نفسه ويقول للذين حوله أنا موجود. نشيط كثير الحركة، شديد الحزم، وعطوف، يحب الإصغاء، شديد الذكاء، شديد المكر، خبيث، صدامي، شرس، يسعى للحكم والسيطرة، طموح، قيادي، يسعى للمثالية. زائد على ذلك فهو دائما يستعمل ايديه في الخطابات، اذا تشوفوا في بعض خاصه في الامم المتحده، والناس اللي عندهم النظره هذه الحاده، ودائما يستعمل عيونه هيك، يعني عنده كثير من بعض من الزعماء والرؤساء اللي عندهم النظره هذه، فبيكونوا جدا حادين وقياديين. تشوفها برضو حتى في باراك اوباما، تشوفها في بعض من القاده يعني العسكريين، ولذا من الناس اللي هو. ثم بعدين النظره الاماميه في بعض من الزعماء او الرؤساء، ينظر وينظر تحت وينظر خلف وينظر شمال، هذا بيكون عنده وسواس. لكن هو لا، مباشره يحدق مباشره، ثم بيحاول بقدر الامكان انه ما يتهزش. حتى الحركات بايده يحاول يستعمل القياده، يعني الزعامه، الاشياء هذه. طبعا لا شك فيه، طبعا هذا على عجاله بالنسبه للرئيس احمد نجاد. نعم، نروح إلى منافس الرئيس أحمد نجاد مير حسين موسوي الذي يحتل المركز الثاني، ولكن الآن قدم احتجاج لأنه هو يقول في تزوير في الانتخابات. نشوف مير حسين موسوی تویین. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد. بالنسبة لمير حسن موسوي، دائما اللي عنده العين واسعة يمتازوا دائما بالطيبة. هذه طبعا يجيد فن الإصغاء والإبداء الرأي، شديد جدا. يحب يعني الإثارات، يعني يحب الذات، طيب القلب. بعض الأحيان يحب العزلة، يعني يحب الانزواء. راح نعطيك ليش يحب الانزواء بالنسبة للدقن. أشوف الدقن ونسبة الجبين طبعا مربع. يحب العزلة، انطوائي، لا يقول كل شيء ينوي يفعله. فعله يخضع للقيود، يعني يخضع للأوامر، يعني يتقاد وليس يقود مثل أحمد نجاد. الفرق ما بين هذا وذاك. طبعا يحب التغيير، دائما يحب التغيير. طبعا هو واضح الفرق ما بينه وبين أحمد نجاد هو القيادة. بالنسبة لأحمد نجاد عنده القيادة، عنده الزعامة، عنده المكر، عنده الخبث، قائد سياسي. هذا طيب القلب،
حتى في حركاته في بعض خطابات شفته بيستعمل ايديه دائما منطويين كذا. ولكن هذا من الرجل اللي هو ما يقال عنه كل رجل عظيم وراءه امرأة، فهي زوجته كثيرة مؤثرة عليه يعني بالنسبة حتى على السلوك في الفراسة، يعني بتشوفه دائما هادي جدا، يحب يسمع ما يتكلمش كثير، طيب القلب. والله مشكلة هذه يا دكتور. يعني مثلا بعدين الواحد إذا كان أسد في الحروب ممكن يتحول إلى نعامة إذا تزوج مثلا. لا مو كلهم. إنه كيف ممكن تسيطر عليه؟ لا هي حتى أحمد نجاد يعني كان يحاول يضربه في زوجته أكثر. صح هو هذا صحيح. يعني أنا من خلال طبعا لو شفت أنت الأنف والإذن مثلا والمساحة، طيب القلب دائما اللي عنده مساحات العين طويلة، عين كبيرة، طيبين جدا وبسطاء. شايف الفرق ما بين أحمد نجاد والسيد مير مساوي، هو هذا الفرق. أنا يعني شخصيا كعالم يعني عندي تخصص في علم الفراسة، أفضل القيادة لأحمد نجاد بقوة شخصيته كذا. صحيح عنده المكر، صحيح عنده، لكن في طيبة القلب ويخلي الناس حواليه يحبوه كثير، لأنه يحب البسطاء ويحب الفقراء، وهذا في من خلال العيون نتاعه لما تشوفه يعمل هيك. فزي الإنسان العاشق الولهان لما يعشق امرأة بيبدأ مذبال هيك ويبين طيبة، ولكن هو لا مكر. أو هذا هو الفرق ما بين أحمد نجاد والسيد مير. طيب نترك السياسة، نبتعد عن السياسة ونروح إلى الرومانسية وعالم الشعر. نذهب إلى الأمير الشاعر الأمير الدكتور سعود بن عبد الله، نتابع سويا. مثل ما قلت لك إنها يعني قناة متخصصة، وإذا كان في قنوات للشعر فهذا معناه أنه الشعر انتشاره جيد وناجح بين الناس وله جماهيرية في الشعر. لكن ما أعتقد أنه هذا ممكن يعني أنه يؤثر على القنوات الأخرى، لكن جميل لكن أنفس صالح الشعر. شوف هنا أمير فعلا، شوف العين، مساحة العين الكبيرة. بالنسبة للشاعر طبعا الأمير سعود بن عبد الله رومانسي حالم، يحب الحياة والناس، اجتماعي صريح، لا يحب الكذب ولا المجاملات، سريع الغضب لكنه سريع المغفرة، ناقد وساخر، مستقل بتفكيره ولا يتأثر بحد إلا بنفسه، عنده حس فني عالي جدا، يعشق الجمال والفن وكل ما هو جميل يثيره، ويعبر عن ثقته براحة تامة بناء على مساحة العين ثم الأنف ثم الشفايف الرقيقة. دائما هذول اللي عندهم الشفايف الرقيقة جدا رومانسيين، حبابين للشعر للعشق للكل شيء. فالشفايف الصغيرة، الدقن صغير جدا. فهذه المساحات اللي أخذتها على صاحب السمو اللي هو الأمير عبد الله سعود بن عبد الله. سعود بن عبد الله. فهذه الأشياء موجودة فيه، رومانسي جدا جدا وفعلا وفنان وعالي جدا جدا، يغضب بسرعة لكن يتراجع على غضبه. نعم. على عجالة. نعم. حاولت بقدر الإمكان. أنا أتوقع إن شاء الله الأمير سعود، وأنا بسميه قمر السعودية. نعم هو